خطاب البطريرك يوحنا يازجي أمس فعلا استفز الشارع السوري وتعتبر سقطة له. هو يعلم والكل يعلم بأن هذه الحادثة أول من استنكرها المسلمين، حادثة الاعتداء على الكنيسة، ما حد يتقبلها، ما في إنسان يتقبل هذا العمل أيا كان ديانته أو مذهبه أو طائفته أبدا. والمسلمين أبدوا انزعاجهم وتنديدهم وشجبهم لهذا العمل الجبان، ولذلك بادر السوريين المسلمين تحديدا بالتبرع بالدم والوقوف بجانب اخوانهم المسيحيين، وهذا حق واجب منهم، مو كثير من السوريين المسلمين تجاه اخوانهم المسيحيين. انا اسف اني اتكلم في لغه الاديان، ولكن خلاني اضطر البطريرك اني اتكلم في هذا الموضوع. انت يا بطريرك بدال ما توحد الصف الان، هذا دورك في توحيد الصف السوري، انت قاعد تشق الصف السوري وتعمل فتنه في هذا الخطاب الطائفي. انت شنو دخلك الشعب المسلم يخلف 25 طفل وانت تخلف طفل واحد؟ اذا عندك مشكله في الانجاب هذه مشكلتك انت. لولا هذول ال 25 الذين انجبوا لما تجرأت انك تنطق كلمه واحده. على ايام النظام السابق دمر النظام 13 كنيسه والكل يعرف هذا، ما تجرأت بكلمه واحده تنديد. على ايام النظام السابق النظام قتل اكثر من مليون مسلم من غير سجون صدنايه، من غير الاعدامات، من غير التهجير، ما تكلمت ولا نطقت في كلمه واحده. بل بالعكس كنت تبارك البشار الاسد وبوتين في قتل وذبح الشعب السوري، وهذه الصور تثبت هذا الشيء. ولذلك انا عندي سؤال الى وزير الداخليه الان والحكومه السوريه. يا حكومه يا سوريه، قبل اي شخص تلتقط له صوره مع انه مصور مع بشار الاسد كنتوا تعتبرونه شبيح، صح؟ طيب شنو تعليقكم على هذه الصوره اللي فوق موجوده؟ البطريرك يوحنا مع بوتين مع بشار الاسد يضحكون ويباركون في القصف البراميل والصواريخ على الشعب السوري المسلم. شنو تعتبرون الان هذا؟ ولذلك انا لي رساله للشعب المسيحي المحترم، زين؟ لا تدعون اي شخص يتكلم عن لسانكم مهما كان، لانه فعلا قاعد يجركم الى نفق مظلم. هذه نصيحه محب لكم. والشعب السوري مو معقوله كل شخص طلع يصرح على كيفه ويستفز فيها الشارع السوري. ترى الشعب السوري له حد من الصبر، مو معقوله اللي قاعد يحصل. خطابه وكانه يتهم الحكومه السوريه. ليش؟ الحكومه السوريه فاضيه لها شيء؟ يعني عاجبها اللي قاعد يحصل؟ مو عاجبها، الله يعينهم. يمسك منه ويخلي منه، كلها فلول عندكم موجوده بينكم عايشين وانتم تدرون. المسؤوليه على الشعب نفسه. الحكومه شنو تقدر تسوي اكثر من هالشيء؟ مو مقصره. بعدين تعال يا بطريرك، الحرس اللي استشهد مو هذا مسلم استشهد؟ ليش ما نطقت في كلمه؟ ليش ما ترحمت عليه او نطقت او قلت هذا شخص كان يحرس الكنيسه واستشهد بالحادث؟ ليش؟ لا تعتبرون ان الشعب السوري المسلم كله لون واحد، هذا اكبر غلط وهذه كارثه. فانا املي في الشعب المسيحي الكريم انه يوقف هذول الاشخاص عند حدهم، لان لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، حالهم حال الشعب السوري.